ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في طبق البرجر الاقتصادي ده؟ بجد تحفه جدا، من غير لحمه بقى ومن غير فراخ. شايفين بقى شكل السندوتشات عامل ازاي؟ يعني انتوا لو قدمتوا كده السندوتشات دي لولادكم، يعني بجد مش هيسالوكم هو ايه اللي جوه العيش، ايه البرجر ده عاملينه من ايه. هم مش هيسالوكم، لان بجد هيبقى طعمها حلو جدا. يعني هم هياكلوه كده هينبسطوا بيه وهيطلبوه منكم كمان على طول. هنسمع كمان صوت قرمشة البرجر بتاعنا. وعايزه اقول لكم مش شارب زيت خالص، مقرمش وطعمه جميل بتتبيله حلوه كده. يعني بجد هيعجبكم جدا جدا. شايفين بقى يعني الشكل عامل ازاي؟ حاجه كده اقتصاديه عندنا في البيت. يلا بينا ندخل على طول نشوف هنعمله البرجر الحلو ده كده من ايه. وطبعا شفنا بقى البطل بتاعنا النهارده هو البتنجان اللي هنعمل منه البرجر بتاعنا. ما تستغربوش، لا بجد هيبقى حلو جدا. يعني اكله اقتصاديه وفي نفس الوقت هيكون طعمها حلو. وهنقدمها بطريقة شيك كده تفتح النفس، يكون شكلها حلو ويكون متبلة كده كويس، يكون يعني معانا يعني تفتح النفس كده. هقطعه كده حلقات كده، بس ما تكونش رقيقة قوي ولا تخينة، او ما تكونش سميكة قوي يعني ولا رقيقة، تكون وسط يعني بالحجم كده اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما قطعت بقى الكمية اللي هعملها، جبت طبق كده فيه مية واحط فيه معلقتين صغيرين كده من الملح، وهحط فيهم البدنجان واسيبه كده تقريبا يعني 20 دقيقة. الخطوة دي بتخليه بقى ان هو لما اجي اقليه، حتى لو هتقليه عادي، ما يشربش بقى زيت خالص. هسيبه بقى كده على جنب، وهنجهز بقى الخلطة بتاعتنا الحلوة. معايا هنا بيضاية واحدة، نص كوباية من الدقيق، ومعلقة كبيرة من النشا. التوابل بتاعتنا بقى ربع معلقة صغيرة من كل من ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطة، كمون، كزبرة. يعني ربع معلقة او نص معلقة صغيرة على حسب الكمية اللي هتعملوها. وحطيت ربع كوباية من المية، وهخلط الخليط ده كده كويس جدا لغاية ما يديني خليط كده وسط، مش خفيف قوي كده زي المية ولا تقيل قوي زي العجين. وسط كده. يعني انا زودت معلقة مية كمان وقلبته بقى كده كويس جدا. يبقى معايا خليط حلو قوي متبل فيه كل التوابل الحلوة اللي هتدينا نكهة وتدينا طعم حلو قوي للبرجر بتاعنا. بعد كده هنجهز الكفر الخارجي. معايا الكريسبي ده اللي هو الاصفر ده، بس انا طحنته كده نص طحنه عشان بيكون يعني خشن، او فديته تكسيره كده في المطحنه الصغيره بتاعه الخلاط. بعد كده احط عليه معلقتين كبار من الفيجيتار الحامي، اللي هو السايب ده اللي بنجيبه سايب من عند العطار، او اللي هو الاكياس الجاهزه، عشان يديني طعم للكريسبي بتاعنا. عشان الكريسبي مش بيكون عليه توابل ولا حاجه، بس الكريسبي هنا ميزته ان هو بيديني لون حلو كده ذهبي كده حلو وقرمشه. وهندي بقى الطعم والتوابل من الفيجيتار. بعد كده بصفي بقى البتنجان كويس قوي من الميه، وبجيب بقى احط بقى ايه قطعتين 3 كده في الخليط ده، عشان انا عايزاه يشرب كده شويه من الخليط عشان يتبل من التوابل الحلوه اللي احنا حاطينها. وبعدين هطلعه من الخليط ده احطه على الطبق اللي هو فيه الكريسبي كده الاصفر ده مع الفيجيتار، وهقلبهم كده مع بعض. اثناء ما انا بكون بعمل واحده كده في خلطه الكريسبي، بروح سايبه قطعتين 3، يعني اسيبهم كده لمده دقيقه او حاجه على ما انا اطلع التانية، عشان انا عايزاهم ياخدوا شويه من طعم التتبيله الحلوه دي. يبقى هنا الخليط بتاعنا السائل ده عباره عن ايه؟ نص كوبايه من الدقيق، بيضايه، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، شطه، بابريكا، ومعلقة نشا، وربع كوباية مية. ده كده الخليط اللي احنا بنحط فيه البرجر بتاعنا، اللي بيدينا بقى الطعم والتتبيلة الحلوة. تاكلوه بقى تلاقوا ليه طعم كده مميز وطعم حلو قوي. هنا بقى بخلص الكمية بقى كلها، يعني اللي هعمل الكمية بحلة كده في طبق، وبعد كده اروح اقلي في الزيت. بجد اكلة سريعة واكلة اقتصادية واكلة جميلة في نفس الوقت. بعد كده ما خلصت كده الكمية، هحط بقى الزيت طاسة كده على النار، في الزيت يسخن. يعني الزيت برضو مش كتير قوي، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما يسخن هنبدأ ننزل بقى بالبرجر بتاعنا ونقليه عادي خالص. طبعا احنا عارفين ان هو البتنجان يعني بيستوي على طول. والخلطة اللي احنا عاملينها له بقى ديت والنشا والكفر ده مش بيخليه يشرب زيت
خالص بجد حرفيا، مش شارب زيت خالص، وهتشوفوا لما تجربوا هتشوفوا النتيجة بنفسكم. مش بنقلبه بقى غير لما نلاقيه اخد اللون الذهبي الحلو ده. بعد كده مجهزة طبق عليه مناديل كده من المطبخ، وخلاص كده اخد معايا اللون الجميل. عايزه اقول لكم بقى وانا بقليه كده كانت ريحته طالعه تحفه جدا. شايفين كمان بقى شكله حلو ازاي. اللي بطلعهم بقى بروح حاطه مكانهم تاني كده على طول، في ثواني كده بتكوني قليتيهم وخلصتيهم، مش بياخدوا وقت خالص، يعني اكله كمان سريعه. اسمعوا كمان هنا صوت القرمشه. بس كده قليت بقى الكمية اللي معايا وحطيتها بقى كده على عودين بقى من الجرجير كده والكاتشب. وهنظبط بقى ايه المسائل بقى، يعني هنعمله بقى معاملة البرجر يعني هندلعه بقى كده، مش ان احنا نقول بقى لا ده بتنجان ولا كده، لا هندلعه بقى ونظبطه. انا هنا بوريكم واحده كده ان هي مش شاربه زيت خالص وان هو مقرمش، وبفتحها لكم من النص كده مستويه زبده، بجد مستوي زبده كده، وطعمه بالتتبيله والكفر الخارجي ده مخليه حلو قوي. عايزه تقدميه بقى تاكليه كده يعني بالعيش، جنب بطاطس محمره، جنب اي حاجه عادي جدا شغال معاكي. انا هنا بقى حبيت كده ايه يعني ادلع الولاد بقى واعمل لهم كده سندوتشات حلوه إيه تفتح النفس. جبت بقى العيش الكايزر بقى والخاص بقى الكابوتشي ده، وطرنشات طماطم عليها رشه ملح وكمون والكاتشب. وبقى هنعمل بقى ايه السندوتشات زي ما انتوا شايفين بقى كده. حطوا بقى الخس والكاتشب بقى والبرجر بتاعنا والطماطم، وظبطوا بقى الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. يعني شايفين بقى شكل السندوتشات بصراحة يعني تفتح النفس فعلا. متظبط بقى مع الكاتشب كده والخس بتاعنا والطماطم، يعني حطوا بقى الحاجات اللي ولادكم بيحبوها. ظبطوهم كده بالسندوتشات. عملت بقى السندوتشات بتاعتي وشوية بطاطس كده محمرة جنبها. شايفين بجد يعني شكل الطبق يفتح النفس، لما تقدموه كده لولادكم بجد هيعجبهم جدا، مش هيسألوكم ايه اللي جوه الساندوتش، لان بجد طعمه رهيب، طعمه حلو جدا. اكلة اقتصادية على قد ايدينا، سريعة خفيفة، اكلات اخر الشهر، يعني تقدروا تقولوا عليها كل المواصفات الحلوة الجميلة في الاكلة الحلوة دي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في قناتي وصفات بيتي اقتصادية، وتعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وتسعدني. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.